الصلاة والسلام. بسم الله. طاقتك يا برج العقرب، لا اله الا الله، يا برج الدلو، اسفه. طاقة شريكك يا برج الدلو، مشاعرك تجاهه يا برج الدلو، مشاعره تجاهك، شايفك ازاي يا برج الدلو، وايه نواياه تجاهك، وايه خطواته القادمه تجاهك يا برج الدلو. انا بقول دلو اهو عشان ما حدش يتلخبط مني. هناخد كارت من كروت رومانس، نصيحه يفيد بيها القراءه اللي هي بطاقه الحب والعاطفه. نشوفها كده في اخر القراءه يا برج الدلو. وبالنسبه بقى لو احنا عندنا سؤال محتارين في اجابته او قرار مش عارفين ناخده، هناخد اجابه من اجابات الملايكه تفيدنا في القراءه ان شاء الله. بسم الله. نشوفها اخر القراءه. بالنسبه لطاقتك انت يا برج الدلو، انا شايفاك في كلام كتير عايز تقوله، شايفه ان انت عايز تلوم على حد او عايز تعاتب حد. يمكن يكون الشخص ده شريكك يا يا برج الدلو. انا شايفه ان انت عايز تلومه او عايز تعاتبه. يمكن كمان يكون بيتهمك يا برج الدلو بحاجات، او يمكن يكون يا برج الدلو بيصدر عليك احكام سريعه. شايفه ان في مشاكل ما بينكم يا برج الدلو، ولكن انا شايفه ان في مشاكل قضائيه ما بينكم كبيره جدا يا برج الدلو. يعني في مشاكل ما بينك وما بين شريك كبيره، ولكن انا شايفه ان انت عندك فتره من التجديد. شايفه كمان ان انت بتحسم الموقف يا برج العقرب، وشايفه ان انت عندك حنين للشخص ده. وكمان يا برج العقرب شايفه ان انت بتدخل في فتره من الشفاء بتسمح لك ان انت تقيم خياراتك وتقيم علاقتك بهدوء مره تانية يا برج الدلو. شايفه ان انت قررت ان انت في فترة التجديد او الحسم دي ان انت عايز تعود لحياة الشريك مرة تانية، او عايز تلم الشمل مرة تانية. انت عايز تعود لحياتك. انت شايفة ان انت يا برج الدلو علاقة رفقاء روح. شايفة ان العلاقة ما بينكم علاقة قدرية، ربنا حاميها وربنا حافظها، وربما كمان يكون العلاقة ما بينكم فيها انفصال، فيها تباعد، فيها زعل، فيها خصام. ايا كان بقى المشاكل كبيرة او صغيرة يا برج الدلو، ولكن ما حصلش انفصال نهائي. شايفه كمان يا برج الدلو ان انتوا ارواحكم كتير بتتواصل مع بعض، يعني بتحسوا ببعض يا برج الدلو، بغض النظر عن اقل يعني ان في وجع كده يا برج الدلو في البعاد. شايفه كمان يا برج الدلو ان انت مش مرتاح من غير الشخص ده، انت مخنوق من غير الشخص ده يا برج الدلو. شايفه ان انت عايز تعود لحياتك السعيده مره تانية، انت عايز تلم الشمل مره تانية يا برج الدلو. عامه انا شايفه ان في فرصه تانية لعودتكم مع بعض، يعني شايفه ان انتوا لكم عوده مره تانية. وعامه انا شايفه ان العلاقه ما بينكم علاقه ابديه، علاقه ما لا نهايه لها. شايفه ان انت بتتحلى بالقوه، وبتتحلى بالصبر وبالشجاعه. شايفه كمان ان انت بتحاول يا برج الدلو ان انت تراود الشخص ده او تراود المواقف اللي قدامك، يعني بتحاول تتماشى مع امورك يا برج الدلو. عموما القوه هنا يعني بتعني التغلب على المشاكل او تتغلب على التحديات الصعبه، في انتصار ليك يا برج الدلو. فابشر يا برج الدلو ان شاء الله خير. طب خلينا نشوف طاقة الشريك يا برج الدلو. بالنسبة لطاقة الشريك انا شايفة ان هو محاصر مقيد، شايفة ان هو يا برج الدلو مش قادر ان هو يشوف حقيقة معينة، متكتف الايدين، مش قادر يتحرك. انا شايفة ان هو يا برج الدلو واقف في زاوية، مش عارف ان هو يروح شمال ولا يمين. شايفة ان هو مغيب الاتجاه، ضال طريقه، فاقد تركيزه. شايفة ان هو محاصر يا برج الدلو. يمكن يكون بيقضي عقوبة، او يكون في عزلة. عامة يا برج الدلو انا شايفه لتاني مره في مشاكل قضائيه، فظهرت في طاقتك وظهرت في طاقته ان في مشاكل كبيره ما بينك وما بينه، وفي مشاكل قضائيه. كمان بظهور البطاقه هنا يا برج الدلو التمبرنس هنا في ان في للمره الثالثه مشاكل قضائيه، ولكن هيحصل توازن يعني للبعض، اللي فيه تباعد، فيه انفصال، في مشاكل قضائيه. شايفه ان الشخص ده منتظر العداله او منتظر العداله اللي هي يا برج الدلو. يمكن يكون منتظر عدالتك ان انت يا برج الدلو ترضى عنه او تحكم عليه بانصاف، او يا برج الدلو تكون حنين كده عليه في حكمك. عامه يا برج الدلو هو مستني العداله الالهيه تتحقق. كمان يا برج الدلو انا شايفاه ان هو حزين وندمان ويائس وبائس وعايش فتره من الكآبه، وعنده حزن كبير وعنده ألم شديد، وشايفه ان هو ندمان وبيشعر يعني بألم كبير جدا وألم شديد جدا. شايفه ان الشخص ده يا برج الدلو موجوع جدا، وجع كبير جدا بسبب اللي عمله معاك. شايفه كمان يا برج الدلو ان هو مركز على السلبيه، وشايفه كمان يا برج الدلو ان هو بيستعيد ذكرياته معاك. شايفه ان هو بيفكر فيك، بيتخيلك، بيحن ليك، مشتاق لك جدا جدا يا برج الدلو. ده بالنسبه لطاقه الشريك.
طيب خلينا نشوف يا برج الدلو مشاعرك انت تجاهه. بص يا برج الدلو، انا شايفه في مشاعرك ان انت كمان يعني في مفترق طرق، وانت كمان يا برج الدلو مش شايف الحقيقه، انت مع رؤيه الحقيقه. واضح جدا ان في حقيقه مجهوله هنا، انتوا الاتنين مغيبين عنها، انتوا الاتنين مش شايفينها يا برج الدلو. شايفه كمان يا برج الدلو ان انت في مفترق طرق، وان انت يا برج الدلو يعني ضلل طريقك وبتاخد قرار مصيري خاص بالعلاقه. لكن يا برج الدلو انا شايفاك بتاخد قرار ده بيتعبك جدا وبيرهقك قوي يا برج الدلو، او من كتر التفكير انت ارهقت وتعبت جدا. انا شايفاك يا برج الدلو خايف وقلقان وتعبان ومخنوق، شايفه ان انت حسيت بالهزيمه واستسلمت وشايفه ان انت ابتعدت واتغيرت على الشخص ده. شايفه كمان يا برج الدلو ان انت قررت الابتعاد، او ان انت قررت ان انت تبعد يعني تنفصل. وشايفه ان انت ممكن كمان تكون اتعاملت بعنف، بعداء، بتوتر. شايفه كمان ان انت اتعاملت بقسوه شديده جدا، ولكن معاملتك دي كانت بسبب الضغط النفسي والكبت اللي انت مريت بيه مع الشخص ده. ما كنتش عارف يا برج الدلو تدافع عن نفسك من كتر ما يعني انت كنت بتخرج ده عن طريق العصبيه، عن طريق المعامله بالعداء، بالتوتر، بالعصبيه. لكن انا شايفه ان انت قريبا يا برج الدلو بتتخلص من كل ده. شايفه ان انت قريبا يا برج الدلو بتنتصر، يعني بتبقى عارف انت عايز ايه وبتوصل له، وان شاء الله يعني انت يعني هتتخلص من كل الطاقات السلبيه اللي انت فيها، او الشحنات بقى السلبيه اللي انت تعرضت لها يا برج الدلو الفتره اللي فاتت، او اللي انت دخلتها. كمان يا برج الدلو انا شايفاك يمكن تكون ابتعدت عن الشخص ده او اتغيرت عليه، وفي بينكم وبينه مسافه كبيره. ولكن يا برج الدلو انا شايفه ان انت بتشعر تجاهه بالرومانسيه الشديده، وده اتظهر في طاقتك يا برج الدلو ان انت عندك فتره من التجديد، وعندك فتره كويسه وبتستعيد قوتك مره تانية. وكمان يا برج الدلو عايز تلم الشمل مره تانية. انا شايفه ان انت يا برج الدلو بتشعر بالرومانسيه الشديده تجاه الشخص ده، وبتفكر في المستقبل. يعني انا شايفه ان بفكر في المستقبل معاه. كمان يا برج الدلو شايفه ان في بينكم مسافه مش قصيره، المسافه مش قصيره، انت في مسافه طويله جدا. ولكن يا برج الدلو انت عايز تعود للشخص ده، شايفه ان انت عايز تخطط للمستقبل. اصبح عندك بصيره، يعني لو كان في حقيقه مش واضحه قدامك، او انت مش قادر على اكتشافها يا برج الدلو، فانا شايفه ان انت بقيت قادر تكتشف الحقيقه دي، واصبح عندك بصيره وبقيت بتخطط للمستقبل يا برج الدلو. ده بالنسبه لمشاعرك انت. ده خلينا نشوف مشاعر الشريك تجاهك. بسم الله. انا شايفه ان هو بيدافع عن معتقداته، يعني الشيء اللي هو مقتنع بيه يا برج الدلو، او معتقد ان هو صح من وجهه نظره بيدافع عنه. انا شايفه ان هو يا برج الدلو بيحارب من زاويته الخاصه. شايفه يا برج الدلو ان هو مازال متمسك بالعلاقه، ولكن هو يا برج الدلو تخيله ان هو الوحيد اللي متمسك بالعلاقه دي، وان انت يا برج الدلو مش متمسك بيها معاه. هو يا برج الدلو شايف ان هو لوحده، وان هو بيواجه معارضة. شايفة كمان يا برج الدلو ان هو يمكن يكون بيتعرض للوم، يمكن يكون بيتعرض لمضايقات، يمكن يكون بيتعرض للاعتداء، ولكن مازال يا برج الدلو بيقاوم يا برج الدلو، هو لسه بيقاوم. شايفه كمان يا برج الدلو ان الشخص ده بيحصل عنده تغييرات كبيره، في فرصه هو يعني بيغتنمها. انا شايفه ان الشخص ده عايز يجيلك بسرعه يا برج الدلو كبيره، عايز يجيلك ضد التيار. انا شايفه يا برج الدلو ان هو شايف الدنيا مقلوبه ما بينك وما بينه، وفي مشاكل كبيره ما بينك وما بينه، ومع ذلك يا برج الدلو هو عايز يجيلك، هو مستني الفرصه اللي هتجيلك عشان يقدر يستغلها يا برج الدلو. وانا شايفه ان الشخص ده حاسس بشغف كبير جدا تجاهك، حاسس يا برج الدلو بحب، حاسس برومانسيه، حاسس بجذب، حاسس باثاره. شايفه ان الشخص ده ملهوف جدا عليك ومخطوف جدا عليك يا برج الدلو. كمان يا برج الدلو بتزور البطاقه هنا، فانا شايفه ان بطاقه العشاق، يعني البطاقه هنا يعني بتعني ان الشخص ده بيحبك جدا جدا لدرجه العشق. سواء بقى انتم متزوجين او مش متزوجين، فالشخص ده بيحبك جدا يا برج الدلو. بالنسبه بقى للمتزوجين، فالشخص ده يعني بيحب كل حاجه فيك، وبيشعر بكل حاجة كويسة معاك، وبيشعر بكل متع الدنيا معاك. وشايفة ان العلاقة ما بينكم علاقة حب يا برج الدلو، فيها توافق، فيها رفقاء، علاقة رفقاء، يعني رفقاء روح، انتوا سول ميد يا برج الدلو. انت شايفة ان الشخص ده حاسس برغبة كبيرة جدا تجاهك، حاسس بشغف، حاسس برومانسية كبيرة. شايفة كمان يا برج الدلو ان الشخص ده عايز يعود لحياتك مرة تانية بسرعة جدا، يعني هو ملهوف جدا عليك. انا شايفة يا برج الدلو ان هو كمان يعني ان العلاقه ما بينك وما بينه وما بين الشخص ده معظم الازواج بتتمناها، يعني نفسها يبقوا في علاقه زي كده، لان العلاقه ما بينكم علاقه قويه بتفوق الحب بمراحل. سواء بقى يا برج الدلو حتى لو انتوا مش متزوجين، فالشخص ده بيحبك جدا بحب فوق الوصف يا برج الدلو، حب ما يتوصفش. دي كانت مشاعره هو تجاهك يا برج الدلو. ده بخلينا نشوف هو شايفك ازاي يا برج الدلو.
بسم الله. بص يا برج الدلو، هو شايفك يعني تايه وقلقان، وكمان شايفك بتحاول ان انت تقعد مع نفسك، بتحاول ان انت تقيم نفسك، تقيم العلاقة مرة تانية. هو شايف ان انت بتبحث عن شعاع نور ينور لك طريقك، ينور لك بصيرتك. انت يا برج الدلو يمكن يكون في حقيقة مجهولة انت بتدور عليها، وهو شايف ان انت بتبحث عن الحقيقة دي. برج الدلو هو كمان شايف ان انت بتحاول ان انت يعني تقعد مع نفسك اكتر، في عزلة، في وحدة. آه، يمكن يا برج الدلو بتحاول ان انت تستشفى من موقف صعب مريت بيه. عامة يا برج الدلو في كل الاحوال هو شايف ان انت بتحاول ان انت تستشفى، وفي نفس الوقت يا برج الدلو بتحاول ان انت تقيم نفسك، وتقيم العلاقة، وتقيمه هو شخصيا. ولكن يمكن تكون انت بتدي نفسك فرصة ان انت تقيم الشخص ده يا برج الدلو، هل هو هينفع يكمل معاك مرة تانية، ولا انت هتقدر تستغنى عنه. هل هو يا برج الدلو، هل الشخص مظلوم، هل هتقدر يا برج الدلو ان انت تحافظ على العلاقة دي مرة تانية. اسئلة كتيرة قوي، ايا كانت الاسئلة اللي بتدور في دماغك، هو شايف ان انت بتقيم العلاقة دي من اول وجديد، وبتقيمه هو شخصيا من اول وجديد يا برج الدلو. كمان يا برج الدلو هو شايف ان ممكن يكون بتقوم بعمل مهتم جدا بعملك. انا شايفه كمان يا برج الدلو ان انت بتحصل على المكافئات من العمل ده. هو شايف ان انت يا برج الدلو مهتم جدا بعملك جدا، مهتم كل تفاصيل عملك، علشان كده بتحصل على المكافئات يا برج الدلو. كمان هو شايف ان انت بتبذل مجهود كبير جدا في العلاقه، او في ان انت تنجح العلاقه، او تحاول ان انت تكتشف او تعرف حاجه عن الشيء اللي انت بتبحث عنه. آم، هو شايفك يا برج الدلو كمان أمنية نفسه يحققها، أو حلم نفسه يحققه. هو بيتمناك، هو نفسه يعني، هو شايفك السعادة، البهجة، الحاجة الحلوة في حياته. هو شايف ان انت يا برج الدلو متعته. هو شايف ان انت يا برج الدلو يعني ان هو ما بيشوفش المتعة والتدليل غير معاك انت. انت كل حاجة بالنسبة له. هو انت يعني انت احلى حاجة في حياته. هو انت اللي كنت مهتم بيه وبتحافظ عليه، بتدلعه انت يعني. انت هو شاف الهنا كله معاك انت، بمعنى اصح يا برج الدلو. هو افتقد المتعة والدليل معاك. هو دلوقتي يا برج الدلو انت بالنسبة له حلمه، وعايز يحققه، عايز يوصل له. طيب يا برج الدلو، خلينا نشوف ايه نوايا تجاهك. بسم الله. بالنسبه لنوايا تجاهك، انا شايفه ان الشخص ده بينه وبين نفسه في معارك مستمره، معارك مرهقه، معارك استنفذت كل طاقته. الشخص ده ارهق واستنفذ كل طاقته. شايفه ان هو بيحاول ان هو يقف بشجاعه، بمثابره. شايفه ان هو بيتعلم من اخطاء الماضي، او من الفشل اللي مر بيه في الماضي يا برج الدلو. شايفه ان هو بيحاول يجمع قوته وبيحارب موقفه. شايفه كمان ان هو بيعتبر ده الموقف الاخير، او الفرصه الاخيره اللي قدامه، علشان يقدر يعني يقف بكل شجاعه. شايفه كمان يا برج يا برج الدلو ان ممكن تحصل مشاكل، او متوقع المتاعب، ولكن هو صامد وبيحاول ان هو يعني يتجه نحو العمل على ان هو ينجح العلاقه مره تانية. انا شايفه يا برج الدلو ان هو بيخطط بطريقه معينه، ولكن لما بيجي ينفذ فيعني بيقول ان هو هيصلح العلاقه، ايا كان التفكير اللي بيكون ايجابي. ولكن لما بيجي يا برج الدلو يعمل بالفعل التفكير اللي هو فكر فيه، بيعمل عكس ما هو مخطط نهائي يعني. شايفه كمان يا برج الدلو ان هو بيحاول يكون عنده قوه اراده، ولكن انا شايفه ان هو بيحصل له نكسات. لكن يا برج الدلو عامه انا شايفه ان هو هينجح، او هو يعني قرب من النجاح، بمعنى اصح يا برج الدلو. كمان يا برج الدلو بظهور البطاقه هنا، فانا شايفه ان هو يعني الشخص ده اصبح شخص ناضج. شايفه ان هو عايز ينظم حياته، عايز ينسقها. شايفه كمان يا برج الدلو ان هو يعني عايز يجيلك بكل حب وبكل سلام وبكل طيبه، ولكن هو عايز يحس ان هو يعني مرحب بيه. هو عايز يشعر بالترحيب اللي يا برج الدلو. كمان انا شايف يا برج الدلو ان هو يعني بيمدلك ايده بكل حب وبكل سلام، وعايز يتفاوض معاك، عايز بداية جديدة يا برج الدلو. هو عايز يبتدي معاك بداية كويسة، تكون علاقة قوية، كلها حب، كلها رومانسية، كلها سعادة، كلها فرح يا برج الدلو. طيب خلينا نشوف ايه خطواته القادمة تجاهك يا برج الدلو. بسم الله. بالنسبة بقى لخطواته القادمة تجاهك يا برج الدلو، أنا شايفة إن الشخص ده قدامه خيارات كتيرة جدا، ولكن يا برج الدلو هو محتار، يعني هو مش عارف ياخد إيه الخيار اللي ياخده.
هو يا برج الدلو قدامه فرص كتير جدا بنقي منها ويختار، ويمكن كمان بياخد قرار مهم خاص بالعلاقة. يمكن كمان يا برج الدلو الشخص ده موهوم، او يمكن كمان يكون بيعيش الوهم اكتر من الواقع. عامة انا شايفة ان هو عنده حلم وبيتمنى ان هو يحققه. شايفة ان الشخص ده يا برج الدلو بظهور البطاقة هنا، فانا شايفة ان هو جاي لك بكل تسرع، جاي لك منجرف من قدمية برج الدلو. جاي لك متقدم في حركته جدا، جاي لك مندفع تجاهها، جاي عايز يقضي معاك اوقات مثيره، اوقات كويسه. هو بيشعر تجاهك بالرومانسيه والمتعه والتدليل. شايفه ان الشخص ده عايز يجي لك ويقول لك انا لقيت النتائج، لقيت الحلول لحل المشاكل اللي بينه وبينك. جاي لك بكل طاقه ايجابيه. جاي يعني منجرف من قدميه برج الدلو. كمان يا برج الدلو انا شايفاه بظهور البطاقه هنا، فانا شايفه ان هو جاي لك بكل تفاؤل، بكل ايجابيه وبكل فرح ومرح. شايفه ان الشخص ده عايز النجاح للعلاقه مره تانية. جاي لك بكل فرح وثقه بنفسه، عايز يعبر عن نفسه، عايز يعبر عن حياته. شايفه ان في سعاده حقيقيه وانفتاح كبير جدا في العلاقه، وانفتاح ليك يا برج الدلو. شايفه كمان ان برج الدلو ان في للمتزوجين فرصه تانية، او في فرصه للحمل. فابشر يا برج الدلو. انا شايفه ان حبيبك هيعود لحياتك مره تانية، وهترجعوا مره تانية. ومش بس كده، ده جاي لك بكل اثاره وبكل شغف، وجاي لك بكل حب يا برج الدلو. طيب خلينا نشوف بطاقات رومانسي بتقول لك ايه يا برج الدلو. بتقول لك تراجع يا برج الدلو، تراجع عن اللي انت فيه، وحان الوقت ان للانفصال عن العالم، وعيش حياتك كما تريد. عيش الحب والرومانسيه زي ما انت عاوز، زي ما انت شايف يا برج الدلو. كمان بخصوص إجابة الملايكة يا برج الدلو، لو أنت محتار بقى في سؤال، أو محتار في قرار وعايز تاخد قرار، أو عايز إجابة سؤال بمعنى صح ومش عارف تاخد القرار، أو عارف تاخد يعني تعرف الإجابة، فهي بتقولك يعني حاول تلاقي فرص كويسة. احتمال يكون فرص هتجيلك يا برج الدلو، حاول انت تستغلها على قد ما تقدر يا برج الدلو. طب خلينا نلعب اللعبة اللي انت بتستناها كل مرة. هل في عودة للشريك مرة تانية أثناء النص الأول من شهر مايو؟ بسم الله. للاسف مش دلوقتي. طب خلينا نشوف، يعني لو هو متردد في خايف منك، فانت هل تقبل بعودته؟ اه